السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي قناة سفرة إسراء. وصفتنا اليوم وصفة جديدة، هي عبارة عن كنحضروها بحامضة وحدة كتجي رائعة. ندوزو باش نحضرو الوصفة إن شاء الله. بالنسبة لهاد التحلية كما قلت لكم راه كتجي ساهلة، المكونات بساط. غادي ندوزو باش نحضرو الوصفة. غادي ناخد كاسرون نضيف ليها واحد العلبة ديال الفلو، كما كتشوف هاد العلبة ديال الشينوا اللي كيقولها ديال الشينوا كتوزن 2.5. غنضيف ليها نصف لتر من الحليب. كما قلت لكم التحليه كتجي رائعه ومنعشه، نتمنى تجربوها تنال الاعجاب ديالكم. غنضيف ليها نصف لتر من الحليب بهذه الطريقه، وغنضيف ليها 2 معالق كبار من نشا الذره المايزينا. كما كتشوفوا هنا غنضيف مبشور حامضه وحده، ونضيف 3 المعالق كبار من سكر سنيده. هنا غنضيفوا عصير حامضه، المبشور ديال الحامض ضفنا ليه عصير حامضه كما لاحظتوا الفيديو. نخلطوا الكل على البارد ونوضعوا الكل على النار حتى تعقد الكريمه. هنا بعد ما وجدت لينا الكريمه غادي نصبوها في الكؤوس الخاصه بالتحليه كما تلاحظوا هنا في الفيديو، ونزينوها بطريفات ديال الحامض ورقات ديال النعناع. وني بعد ما قبل ما نزينو غنديروها في الثلاجه حتى تبرد، عاد غنزينوها بالطريفات ديال كما كتشوفوا هادو هما الكيسان اللي غادي نوريكم الشكل النهائي في التحليه. غادي نحطهم على هذا الشكل ونديرهم في الثلاجه حتى يبردوا، باش بعد ما يبردوا غنزينهم كل واحد تزيين على الطريقه ديالو. انا غنزينهم بالمبشور ديال الحامض ورقات ديال النعناع، وغادي نشوفوا طبق التقديم ان شاء الله في اخر الفيديو اللي تشوفوا التحليه كيفاش كتجي ان شاء الله. هنا التحليه من بعد ما بردت وخرجنا من الثلاجه غنزينوها بطريفات ديال الحامض ورقات ديال النعناع. هذا هو الشكل النهائي ديالهم، كيفاش كيجي المنظر ديالهم كيجي زوين، والمذاق حتى هو رائع. نتمنى تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. كتجي تحليه كريميه كما تلاحظوا في الفيديو، غنوريكم الشكل ديالها. نتمنى تجربوها، ولا عجبكم الفيديو ديال اليوم بارطاجيوه مع الاحباب والاصدقاء، وما تنسوناش من اللايك والضغط على زر الجرس باش يوصلكم الجديد ان شاء الله. كانت معكم سفرة اسراء، في امان الله.